السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول أنا بعتذر في حكاية الصوت، في الفيديوهين اللي فاتوا كان الصوت بتاعهم مش كويس. تمام. وأنا بشكرك اللي أنت بتسمع الفيديوهات بتاعتي، وبشكر كل راجل جدع بيسمع الفيديوهات. تمام. وبعتذر مرة تاني على الصوت اللي ما كانش واضح في الفيديوهين اللي فاتوا. عامة أشكرك لو أنت كملت الفيديو، وأشكرك لو أنت عطيتني إعجاب وتركت لي تعليق، وأي استفسار أنا برد عليك. عندك رقمين، واحد واتس واحد اتصال، اللي يعجبك اتصل بيه واللي انت عاوزه. خلينا نبدأ الشغل. العرض اللي انا فيه ده عرض جميل جدا. اولا قريب على الاسفلت، بس اسفلت فرع يعني. تمام. دول 5 فدان، نصهم قمح ونصهم برسيم زي ما انت شايفه. تمام. معاهم حيازي، بطاقة زراعية، يصرفوا كيماوي. حاجة حلوة، حاجة تفتح النفس يعني. حاجة جميلة يعني. نصهم قمح ونصهم برسيم، 5 فدان مرتاحين. تمام. مساحة البير كله على 50 فدان، يعني المية متوفرة معاك وزوادة والدنيا زي الفل. تمام. خليكي معي نمشي حتة. احنا شفنا البرسيمات اهم، هنشوفوا كمان زراعتهم في القمح. مش عارف والله زراعتهم في القمح هتقول ايه. عم انت عامل لي قلق 24 ساعة. ما عليني، نخلصوا الارض اللي معانا ونردوا عليها التلفون. مش هنبطلوا احنا السنة دي على التلفونات. يا سلام يا سلام، شايف الحجازي فيهم يا استاذ احمد؟ حاجة جميلة والله. شايف الحجازي عامل ازاي؟ حاجة حلوة حلوة يعني. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك والله فيهم شوية برسيم حجازي بسم الله ما شاء الله. يبعدوا عن الفرافرة قد ايه؟ يطلعوا يبعدوا 3 بص كيلو. الفرافرة حوالي 3 كيلو. ايوه الفرافرة في الزاوية دي كده، بص كده جنبيهم. كده بالظبط قصادنا كده الفرافرة. ايوه. بس طبعا بتلف لهم من على الاسفلت من ورا من هنا. الأسفل. بينهم وبين الفرافرة ما يكملش 3 كيلو، بس مع لفة الاسفلت تكمل 3. ايوه. وبينهم وبين اللي هو صبيح حوالي 5 كيلو، وبينهم وبين قرية ابو نص حوالي 3 كيلو او 4 كيلو، صح كده؟ تمام. شجرة يعني زيتون. يعني بين القرى، بين قريتين والمركز. اه. بين قريتين والفرافرة بيرووا بطاقة شمسية، صح؟ ايوه. طاقة شمسية يا عم عصام ايوه. 50 كيلو. ماشي. بيروا على طاقة 50 كيلو. البير بتاعهم بير سطحي. تمام. مساحة الأرض 50 فدان على البير كله، يعني المية متوفرة معاك صيف وشتاء إن شاء الله. أرض بسم الله ما شاء الله فيها شوية برسيم حلوين، فيها شوية قمح بسم الله ما شاء الله محترمين. أرض زرع من زمان، فيها شجر كبير، يعني مش أرض جديدة بقى لها سنة ولا 2. لا ده قديمة، ده يمكن عدت 10 سنين وزوادي. بص القمح بتاعي بسم الله بسم الله ما شاء الله. شايف الغلة بتاعتها عاملة ازاي؟ هذا القمح يا عم. شايف؟ بسم الله ما شاء الله. أحمد؟ شايف؟ شوف بص معاي، افتح نفسك ده قول لي عاوز لي قيمة 10 15 فدان، عاوز ال5 فدان دول، أي حاجة كده. بس إذا تنادل في البرسيمات. دور البرسيم كده. ايوه. هذا البرسيم وهذا القمحة. لا بس بسم الله ما شاء الله. بص يدلك ان الارض دي قديمة قوي. شايف الشجر فيها عامل ازاي؟ شجر كافور، فيها شايفين عامل كافور إزاي؟ بسم الله ما شاء الله. حاجة قديم. تبارك الله. أرض بسم الله ما شاء الله. وبرضه انت لو عاوز مساحات، يعني مثلا لو انت يعني عاوز اكتر من 5 فدان، في اكتر من 5 فدان. لو انت عاوز 10 ماشي، عاوز 20 ماشي، عاوز لغاية 100 ماشي، عاوز 50 ماشي، عاوز ارض جديدة خالص واخد بالك، وانت يعني زي ما بيقولوا تربيها على ايدك كده، ما فيش مشاكل. اللي انت عاوز تحت امرك. تمام. والله وانت يعني شرفتنا برضو ونورتنا كده وتكرمت وجيت لنا، ما فيش اي مشاكل برضو. تمام. احنا بنستقبل اي حد وما بنقصرش ان شاء الله، وبنعمل اللي علينا، ما فيش مشاكل يعني. فيا ريت يعني تشرفنا يعني. يا اخي ما تزعلنيش منك بس، وتعال. انا عارف ان انت شايفني، بس تعال تعال
وان شاء الله هناكل عيش وهتبقى الدنيا زي الفل. لو في نخلة في نص الجنب. بص يا عصام، كان في واحد بيسأل سؤال في الفيديو اللي عدى على البير اللي كان على اللي هو كان 10 فدادين اللي كان بيروي 135 او 136 فدان، فاكره؟ بيقول لك هو في بير بيروي 135 فدان. ايوه انتوا بتنصب علينا زي بعض. انا فوتها لك الكلمه اللي انت قلتها داي. قول لهم بس، رد عليهم قول لهم البير الابار هنا نظامها ايه اصل والله الابار أنت الاعماق تفرق عن الابار السطحيه في المساحات وفي السطح الري. غير الاعماق. السطح حاجه والاعماق حاجه. تمام. الاعماق ده يسقي لغايه 200 فدان، والسطح يسقي مثلا لغايه 100 لو انت هتعمل فيه تنقيط. ممكن يروي ري غمر يروي 80. انا عندي بير 84 قفل. ايوه. عندنا البير بيروي 84 ومقضيهم كاملين، وبير سطحي. وبير سطحي عليه طاقه شمسيه 50 كمان، مش اكتر من أبو 50. عمو، انت تاهت معاك خالص، مش لاقى الا تقول كذا علينا احنا. لا، ما انا قلت له برضه، رديت عليه قلت له في بس ناس كتير قلت له بس متابعانا شو، والله، تعال وأحبة شوف كتير على الواقع تابعتنا، بس. وفي ناس جاتني وناس نزلت معي في فيديوهات. يعني انا راجل ما بطلعلكش معلومه وخلاص عشان تقول الكلمه اللي غير مقبوله دي، يعني ما شايفهاش كلمه مقبوله انا عشان تطلع من راجل محترم كده. طيب اقول لك السعر ولا قبل ما نقفل الفيديو بس؟ وزي ما وعدتك يعني انت مشكورا لو تكمل الفيديو وتعمل لي اعجاب وتعليق. امال ايه؟ امال انت تتفرج عليه كده وخلاص؟ مش تشجعنا عشان تلاقي من وراي عروضك ده حلوه. طيب السعر كام عاد؟ طيب. العرض ديتي طبعا ما يتفوتش 5 فدان، مساحة البير 50 فدان، معاهم بطاقة زراعية، ورقهم جاهز، حاجتهم جاهزة. وهقول لك على حاجة. وبيصرف مكماوي من الجمعيه، ايوه. يعني الكيماوي بتاعهم مدعم، بياخد كيماوي مدعم، مش بيجيبوا الشكاره ب 500 جنيه من بره. طيب عليني عليني. الفدان عامل 75 وقابل للتفاوض. ايه رأيك؟ عرض حلو يعني صح؟ التفاوض ده كام يا عم عصام يعني؟ يعني التفاوض واحد مثلا يخصم منهم 75,000. صحيح. زي واحد كان يضربهم بيكلمني من ببلاش. كام يوم بيقول لي الفدان اللي محطوط فيه 80 ده ما يمشيش ب 30. لا التفاوض اصل انت بيبقى، قلت في تفاوض. بص يا جماعة، التفاوض ده مثلا بيبقى في 500 جنيه، في 5000 جنيه. يعني ممكن لو اتكنها بابا والراجل يعني كده مشيناها معاه نقصوا منها 10 عشان نقدروا عليها. لكن 10 في البيعة مش 10 في الفدان يعني برضه. يعني من التفاوض 70 مثلا ل 30 مثلا بعيدة. نهار ما يكرمك الراجل يبقى مثلا هيقول على 70، لان هو طالب 75، والتفاوض ده يبقى ايه؟ وقت الحبايب ودفع الفلوس كده يبقى في كلام. ايوه بالظبط كده. فانا بشكرك هو لو وصلت. الإكرامية بتبقى لينا احنا يعني علشان خاطر القناة وعشان خاطر كده، فايه صح سامح كده. شوية يعني. طيب انا بشكرك لو انت كملت الفيديو للنهاية. يا ريت بعد اذنك لو مش عاوز تشوفني ما تشتركش في القناة، عاوز تشوفنا يبقى بارك الله فيك، برضو شرف كبير لي انا والله. الله يخليك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. السلام عليكم.